مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، مبروك النهارده على الفوز. 3 نقط وكده انت مستريح وزي الفل. 44 نقطة يا صاحبي، والاهلي كده عمل بروفته مع المقاولين وتمام. نشوف بقى سان داونز ان شاء الله، ربنا يوفقنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا على كل محبينا ومتابعينا على قناتكم، قناة حق صد اهلاوي اللي صوتها صوت كل اهلاوي. عاملين ايه يا احسن اهلاويه، يا احسن ناس متابعين، يا احسن ناس محترمين؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وبسعاده دايما. نسمي الله يا صاحبي ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والتسليم. ركز كده بقى يا صاحبي وتابعنا ودعمنا باللايك وبالشير والاشتراك في القناه، ويشرفني تعليقك على الفيديو. وشكرا شكرا لكل الناس اللي بتدعمنا، وشكرا على دعمكم على فيديو مرتضى منصور ومحمد ناصر. ومنتظر منكم الدعم اكتر يا احسن محترمين في الكون ويا احسن متابعين. طيب النهارده الاهلي عملها وكسب المقاولين 2-1. احنا قلنا طبعا الاداء مش مهم الاداء خالص الفتره دي، لان احنا عندنا يا ساده معركه. قول بقى تقول لي دي كوره، لا دي معركه يوم السبت بعد فوز الهلال السوداني على القطن الكاميروني النهارده. يبقى كده ايه، ما قدامناش حل غير يعني ان شاء الله نكسب، ويا ريت يكون المكسب الافضل، ثم انك اضعف الايمان انك تتعادل. بس ان شاء الله نكسب، يعني ان شاء الله ان شاء الله اكسب كل مبارياتك اللي جايه، او تتعادل ماتش سان داونز وتكسب الماتشين التانيين ان شاء الله تصعد. وان شاء الله احنا عندنا امل كبير قوي، عندنا امل كبير في ربنا ثم في لعيبه النادي الاهلي، لان اللعيبه بتمر بصعوبات كتير قوي قوي، مرت في افريقيا ومرت السنين اللي فاتت دي كلها في دوري المجموعات، وربنا وفقنا وكسبنا. ومبروك كمان لنادي الزمالك. واذا ذكر ابطال افريقيا بقى النهارده الزمالك ربنا وفقه النهارده وكسب اهو 3 يا اولاد المحظوظه. يعني تكسبوا 3 وتخسروا 3، ما تزعلوش مني. المهم ان انتوا كسبتوا، يعني في حته احتواء كده، والحكم كان عامل معاكم الواجب. مش عارف ايه اللي حصل. مقولة فاروق جعفر مقولة فاروق جعفر مقولة فاروق جعفر ناسين. طب بقول لك ايه، ما تيجي نسمع فاروق جعفر قال ايه ونرجع تاني، ويخليكم معايا ما تروحوش في اي حتة. عشان نخلص البرنامج. زمان كان يجيبوا الحكام في البطولات الافريقيه لينا والانديه تانية، مش احنا بس، ونقعد مع الحكم. وانا كنت بقعد مع الحكم ككابتن. الحكم يقول لي عايز ضربه جزاء ولا تطرد لعيب، ومعايا الاداره ومعايا مدير الكوره ومعايا مدير اداري قاعدين معايا، اختار ايه؟ لا استنى، مش فاهم دي يعني حكم يقعد معاك، انا يقعد معاك بصفتك زمان ايه؟ الحكام الافارقه كانوا بيجوا يقعدوا معانا قبل المباراه، احنا عايزين ايه؟ انت بتتكلم جد يا كابتن؟ خلاص بقى. انت بتقول ايه يا كابتن؟ تقول حاجه صعبه جدا يا كابتن. والله صح، اتكلم بجد. الحكام الافارقه ده بيجوا النادي مش الزمالك؟ احنا ومش احنا بس، احنا وانديه تانية كانوا الحكم اول ما يجي أندية عايز يروح تانية بورسعيد. زي اسمع مين بس، يعني؟ اسال بتوع بورسعيد. عايزين يروحوا بورسعيد يعمل شوبينج، ماشي. وبعدين ينزل عايز حاجات تانية يشتريها من القاهره، ماشي. مش عارف عايز ايه، حاضر ماشي اهو. كويس. تمام. فيجي بقى تيجي الاجتماع اللي هو بتاع المباراه، الاجتماع الفني. فانا بقى بصفتي لكابتن النادي فكنت بقعد. فهو الحكم يقول لي مباراه مثلا في مصر فيها مثلا 50 60 70 80 الف متفرج بيتفرجوا. فانا بقعد اتكلم مع الحكم، الحكم يقول لي انتوا لو عايزين ضربه جزاء نديكوا ضربه جزاء مش عارف ايه، بس ما يبقى يعدي ربع ساعه الاولانيه، ما بقاش من بدري كده يعني. فهم يقولوا بضربه جزاء، انا كنت اقول له لا. انا منبهر والله مش احنا، مش الزمالك بس، انا مندهش. مش الزمالك بس. انت كابتن بتتكلم كلام في منتهى الخطوره. خطوره ايه؟ مش دي حقيقه؟ خطوره حقيقه إيه؟ يعني انت حضرت وقائع زي دي؟ حضرت ايه؟ انا كنت بلعب وبحضر. يعني كان الحكم يجي يقعد في الاجتماع الفني مع كابتن نادي الزمالك او كابتن النادي، انت عايز تقول النادي الاهلي؟ لا اي نادي، مش عايز اهلي يعني زمالك، اهلي زمالك اهلي زمالك اسماعيلي المقاولين. لا ازاي؟ والمقاولين والاسماعيلي ازاي؟ لا الاسماعيلي والمقاولين يعني عايز والمحله. شفتوا قال فاروق جعفر التحكيم بيجي ويقعد معانا يا باشا، ومحتاج ايه ضربة جزاء ولا طرد
ومروق علينا، ويعني الاحتواء من زمان بقى في التحكيم الافريقي كمان. حتى في الافريقي كمان، هو ابراهيم نور الدين كان هنا ولا ايه؟ وعشان تعرفوا يا زملكاويه ان الاهلي خيره عليكم، الاهلي خيره عليكم. كسب لكم المقاولين، وبقيتوا كده السنه الجايه لو اتطبقت نتائج الدور الاول، والزمالك لو اتطبقت نتائج الدور الاول، يبقى كده الزمالك رابع ويلعب في الكونفدراليه. عشان عارفكم دماغكم تعبانه. هتيجي تقول لي لو الزمالك كمل بقيه الدوري وخد مركز تاني ولا تالت، تاني بلاش تالت عشان التالت برضه كونفدراليه تاني، هتيجي تقول لي ما انا العب بقى في كاس ابطال افريقيا. اقول لك ما ينفعش يا صاحبي، ما ينفعش يا زملكاوي. ما تبقاش عامل زي فيريرا، خليته الراجل ما بقاش فاهم حاجه. فيريرا ما بقاش فاهم حاجه. المهم مبروك لكل الزملكاويه، بس قدامكم لسه زي ما انتم، ما هو انتوا 4 نقط من 4 مباريات. لسه فاضل لكم ماتشين. عندك الترجي 9 نقط لسه زي ما هو. ولسه بقى هنشوف، بس الزمالك ليه يعني الزمالك يكسب الماتشين الجايين دول يصعد برضه. يكسب الماتشين الجايين دول يصعد، هنشوف، لان عنده معركة في الجزائر. هل هنشوف بقى المريخ السوداني هيعمل معاهم ايه؟ هنشوف. المهم مبروك للزملكاوية، وكله اتراضى النهارده وكسبته وتمام، وبالاحتواء ونقول وقوق مش مشكلة، بس ايه كسبته. طيب، معانا تصريح فيريرا بعد الماتش قال ايه؟ دي نتيجة عادلة، والزمالك الحظ كان معاند معاه منذ فترة، واهدي الفوز الى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والى امير مرتضى والجماهير واللاعبين. فرقتي احسن فرقة في مصر. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، ايه ده؟ ايه يا فيريرا ده؟ طب اصبر يا فيريرا، اصبر. انت لسه قدامك ماتشين في افريقيا، وعلى الاقل تاخد مركز كويس في الدوري. انت لسه عندك معجنه يا ابن الحلال. ايه ده؟ كان هيشيلوك النهارده يا فيريرا، يا جد كان هيشيلوك النهارده. كان هيشيلوك بعد الماتش ده. انت كان كل الكلام طالع ان انت هتتشال بعد الماتش. فيريرا بس نسي يقول حاجه. فيريرا نسي يقول ان انا كسبت الدوري مرتين وكسبت كاس مصر. نسي يقول كده. وراجل طلع عنده خير وبيقول لك انا بهدي الفوز ده لمين؟ لمرتضى واحمد مرتضى وانا وانت. يا عيني يعني طالع مسرح يا عم الحاج، طالع مسرح. نبيل معلول: شهدنا جميعا ركلة الجزاء الخيالية التي احتسبت للزمالك من وحي الخيال. انا مش مقتنع بها كضربة جزاء. انا شايف انها مش ضربة جزاء، وفي ناس كتير شايفاها ضربة جزاء، وفي ناس كتير مش شايفاها ضربة جزاء. لا فينا بقى، لا هتقول لي انت عشان اهلاوي شايفها ضربة جزاء. انت كده كده اصلا في مجموع، يعني اصل خسرت انت ما تضرنيش، معلش يعني كزمالك كانت زمالك. كسبت او خسرت في بطولة افريقيا، انت ما تضرنيش، انت مش في مجموعتي. فانا بقول لك اللي انا شايفه، وهي مش ضربة جزاء فعلا. سيف الجزيري بقى استاذ في تمثيل ضربات الجزاء. وطبعا دوري المجموعات ما فيهوش فار، فايه العب يا باشا. لو عايز تقدر تضحك على الحكام، اضحك عليهم في دوري المجموعات عشان تصعد. ودي هم حيلة عرفوا يعملوها صح. بس الواد سيف النهارده الزمالك نزل ضاغط. سيف جعفر عمل يعني حلو، ماتش حلو. وزيزو كان متألق. والميزه ان هو ما اننش وشاطها على الكره على الجون على طول، لا اداله هو مرتاح قوي. بس الواد زيزو لم الواد لما يخرب بيتك يا زيزو. طيب، معانا بقى تصريح كولر. مارسيل كولر: هل هذه المباراة الأخيرة للأهلي على استاد السلام؟ ليس لدي أي معلومة بشأن ذلك، لكن نتمنى أن يتم ذلك وتكون الأخيرة. إن شاء الله تكون الأخيرة. ده احنا الراجل اتعقد اتعقد من ملعب والسلام. القندوسي بيشكر جماهير الأهلي على الدعم المستمر. انتم الدافع الاكبر للفريق. نعلم جيدا صعوبة المهمة. جنوب افريقيا سنلعب في المهمة في جنوب افريقيا سنلعب من اجل الفوز واستكمال المنافسة على التأهل ان شاء الله يا ابطال. وان شاء الله الاهلي بقى يكسب.
كنت اريد هدوء اكتر على الكرة ورأيت تسرع في اداء مروان عطية، لذلك قمت باستبداله والدفع بديانج. بمناسبة مروان عطية اللي الهجاص كان بيتكلم عليه رضا عبد العال، ادي كنت شفته اهو. شفت الراجل عمل ايه؟ الراجل كان شعلة نشاط، هو اللي كان مشغل الملعب كله. التمريرة السحرية اللي عاملها لمحمد هاني، اللي جه بسببها وكان تسبب في الهدف التاني اللي هما ايه، الهدف الذاتي اللي جه للاهلي، اللي كان محمد هاني عملها بعرض فخبطت في لاعب بالمقاولين وجت جون. فماشي، تمام، ماشي يا عم كولر، قلنا لك التوفيق يا باشا. طب انا عايز اقول لك بقى على حاجه، عشان هنفضل نضحك مع الناس بتوع نادي الزمالك دول. شيكابالا مهاريا افضل من ميسي، يا عيني يا عيني. ده مين انت؟ عبد الشافي صادق؟ انت لا عبد الشافي ولا انت صادق يا ابني، اسمك على غير اللي انت بتقوله. ايه ده يا جدعان؟ ايه ده يا جدعان؟ ملوك الهبد في الكوره بجد، ملوك الهبد في الكوره. يعني الناس دي عندها شويه هبد، لازم يطلعوا باي حاجه. يغلوك قاعد كده ويروح مغفلوك، يقول لك شيكابالا افضل من ميسي. امال طبعا طبعا، واحسن من كريستيانو يا راجل، واحسن من كريستيانو. ده شيكابالا احسن لاعب في العالم، انت بتهرج؟ ايه يا عم؟ والله ربنا يشفيكم، والله انتوا اللي عاملين كده، انتوا اللي عاملين كده في في قناه الزمالك. والهبد اللي انتوا بتطلعوا تهبدوه ده، انتوا خليتوا قناه الزمالك بقى قناه مسرح، ما بتجيبوش حاجه غير سيره الاهلي. طالعين تهبدوا بالكلام، واي كلام بتقولوه، اي حاجه اي حاجه. هتحود الوضع صعب في الاسماعيلي. اللعيبه اخدت شيكات وطلعت بدون رصيد، وكمان في وعد بصرف جزء من مستحقات اللعيبه قبل رمضان، لكن لم يحدث. لم يحدث. اللعيبه الاسماعيلي ومشاكل الاسماعيلي وقرف الاسماعيلي، يا رب يهبط بقى عشان نخلص من النادي المزعج ده. طبعا كانت تصريحات الاستاذ محمد عادل المشرف على الكوره في المقاولين العرب، بيقول لك لقاء الاهلي له اهميه كبيره ايضا في استمرارنا بالمنافسه والاستمرار مع الفرق الكبرى ورفع طموحاتنا. مجلس اداره النادي زار اللاعبين بشكل خاص اليوم لتحفيزهم الاستمرار في تقديم الاداء الذي يقدمونه هذا الموسم. هو خلي بالك، المقاولين برضو عنده تيم، والكابتن شوقي غريب الصراحه عامل فرقه كويسه. الفرقه دي تقدر، يعني كنا بنشوف المقاولين بتعاني الفترات اللي فاتت او المواسم اللي فاتت، انها كانت بتفضل مضغوطه مضغوطه، ويا دوبك تقعد على الحركرك في الدوري. لكن لكن هم كان يعني كتيم السنه دي كويس جدا. بس عايز اقول لك على حاجه يا استاذ، يا استاذ محمد، كنت حافظتهم قدام فاركو يا استاذ محمد. طيب كنت حافظتهم قدام فاركو. نتمنى تحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي، لأنها ست... آه، ستن... 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 لخبطتني. هتنقلنا نقلة خاصة، وهي بمثابة نهاية الدور الأول بالنسبة للمقاولين، ومن شأن المباراة أن تضعنا في المركز الرابع ليكون من حقنا المشاركة في كأس الكونفدرالية في حالة عدم اكتمال البطولة. خلاص يا أستاذ محمد، احنا عملنا الواجب مع الزمالك، والزمالك هو اللي كده يخش الكونفدرالية السنة الجاية. طبعا ده لو طبقت نتائج الدور الأول، أو طبقت نتائج الدور الأول. طيب هو دلوقتي خالد الغندور بيقول لك على تسريب اللعيبه، تسريب عقود اللعيبه. بيقول ايه خالد الغندور؟ يجب فتح تحقيق في موضوع تسريب عقود لعيبه الزمالك، واشمعنى لعيب الزمالك بس. طيب ما هو انت يا عم الفلحوط، لعيبه الزمالك دي العقود دي بتتسرب من عندنا؟ يعني بتشغل دماغك شويه، شغل دماغك شويه يا خلود، يا غندور يا هبدور، شغل دماغك شويه. شوف مين اللي بيسرب اللعيب، شوف مين اللي بيسرب العقود بتاع اللعيب. يعني اكيد مش حد من بره يعني، اكيد مش يعني هي مش معنى العقود اللعيبه يعني. اصل انتوا، مش عايز اقول كلمه وحشه عشان مش عايز اغلط، عشان في ناس معايا زملكاويه محترمه وانا بحترمهم.
مش شايف مشكله في ضحك احمد عبد المقصود واسامه نبيه والزمالك متعادل، هو لازم يقعدوا مكشرين يعني ما حصلش كارثه؟ اه طبعا عادي يا باشا، دي لو دي حصلت في الاهلي والله العظيم كنت عملت فيها حكايه يا هبدور. لو اللي انت بتقوله ده حصل في الاهلي كنت عملت فيها حكايه، وكنت طلعت اتكلمت عليها وكنت عملت منها قصص. بس انا عايز اقول لك على حاجه، هو ده ايه يعني؟ ده العادي بالنسبه لكم انتوا واخدين على الكلام ده، مفيش مشكله خالص. طيب بيقول لك عقود الزمالك موجودة على فلاشة وبتتسرب بأوامر من مسؤولين داخل الزمالك. يعني لاعب خد كوبري بيتسرب له عقد زكريا الوردي، برغم انه كان لاعب حر الا انه اندفع فيه 2 مليون دولار عكس المعلن. كل ده لضرب المسؤول عن التعاقد مع هؤلاء اللاعبين. اهو ما هو احنا يا جدعان مش قلنا ان في سمسرة؟ مش قلنا ان في مصالح؟ مش قلنا ان في حاجات بتطلع من تحت الترابيزه؟ ها، مش قلنا الكلام ده ولا لا؟ لا اله الا الله. جمال علام، الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكوره، لحد ما نجيب رئيس اتحاد كوره، بيقول لك النادي الاهلي اعتذر عن البطوله بسبب كثره المشاركات. موضوع رئيس الزمالك مرتضى منصور قانوني والامر عند الوزير. تم تسليم مستحقات كلاتنبرج ولم يرفع قضيه ضدنا. طب ما دام هو ليه مستحقات، ده انا هتكلم بس معاك نقطه نقطه. ها، بدام هو ليه مستحقات يا استاذ جمال، ليه ما ياخدش مستحقاته؟ لازم يروح يرفع قضيه عليكم بره؟ لازم تشوهوا سمعه مصر بره عشان تعرفوا ان انتوا اتحاد كوره عار وعره؟ اتحاد كوره عار فاشل برابطه انديه بالمنظومه بكل حاجه، كل حاجه. طيب هو بيتكلم بيقول لك موضوع رئيس الزمالك مرتضى منصور قانون الامر عند الوزير. اه بص يا باشا، الراجل احنا مخليين له الكرسي بتاعه موجود لحد ما يطلع رئيس نادي الزمالك في اجازه. هو رئيس نادي الزمالك دلوقتي بيقضي الويك اند في وادي النطرون. تمام تمام، عشان بس نكون متفقين، رئيس نادي الزمالك بيودي انا اسف، بيقضي الويك اند بتاعه في وادي النطرون. فعشان كده احنا ايه، محتفظين له بالكرسي لحد ما يجوا. حاجز رحله انا ايه لاخر الشهر، حاجز رحله على الكرسي لاخر الشهر. اه لحد ما الوزير يجي ومرتضى منصور هيبقى موجود ومش يمشي. بصوا يا جدعان، انسوا بقى وخدوها مني انا، ولو ما طلعش الكلام ده صح مش مهم، مش تفرق، بس انا بقول اللي انا شايفه. انا بقول اللي انا شايفه ان مرتضى منصور هيرجع تاني رئيس نادي الزمالك. هيرجع تاني ايه؟ ده هو اصلا ما مشيش عشان يرجع رئيس نادي الزمالك. الراجل احنا اللي فاهمين غلط. الراجل دلوقتي بياخد استجمام في وادي نطرون، بيستجم قبل رمضان كده عشان يخلص بقى رمضان ويطلع ويظبط الدنيا ويطلع ايه، يكمل الدورة بتاعته من جديد ويعيش حياته من جديد، وهتلاقي مشاكل من جديد تاني. فاللي عنده امل ان مرتضى منصور هيمشي من نادي الزمالك، اسف، انسى. هتقول لي انت اللي بتقول كده؟ هقول لك اه والله، لان انا شايف كده. انا شايف كده. ما شاء الله احنا عندنا يعني اتحاد الكوره والناس اللي معانا، يعني بص، ما تتكلمش في حاجه، ما تتكلمش في حاجه. الراجل الوزير قاعد ورمى لهم كل حاجه، واللائحه الاسترشاديه هم اللي حاطينها وماشي على مقاسهم وتمام. عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ متوقع ايه يعني؟ متوقع ان هو يطلع يمشي مرتضى؟ انت متخيلين كده؟ لا لا، انسى. مرتضى مش هيمشي يا جدعان، مرتضى موجود موجود، وقالوا لك وسليمان وهدان قال لك مرتضى منصور الغايب الحاضر، الغايب الحاضر. طيب ميدو بيقول لك الزمالك سيتأهل تاني المجموعة والبداية من مباراة الترجي. يا ميدو،
بص يا ميدو، مشكله الزمالك يا جدعان عموما، ده من زمان المشكله دي في نادي الزمالك، في اعلامه وفي المديرين الفنيين اللي بيجوا لهم، اللي سبحان الله حتى لو اجانب زي مثلا جدو فريرا ده، بتحس ان هو ايه بيتحول بيبقى زيهم. انت كسبت الترجي، حلو قوي، اكسب بقى الماتشين الجايين، اكسب الماتشين الجايين تصعد، اكسب الماتشين الجايين تصعد، لان انت هتلاعب، ناسين حاجه، ناسين بلوزداد. بلوزداد اللي عنده 6 نقط تقريبا، 6 نقط، ولسه هيقابل الزمالك ده فين؟ هناك، هناك في الجزائر، وده صعب. انت عارف ان الزمالك لو اتعادل هناك في الجزائر بمثابة فوز ليه، ده لو طلع متعادل يعني ممكن السنة دي اللي ياخد اللي ياخد الزمالك رايح جاي بلوزداد. بلوزداد هياخد الزمالك رايح جاي، زي ما السنة اللي فاتت كان الترجي واخد الزمالك رايح جاي. السنه دي بلوزداد واخد الزمالك هنا، واخد منه 3 نقط، وهيموت الماتش الجاي عشان ياكد صعوده مع الترجي. الترجي صاعد، خلي بالك خلاص الموضوع ده منتهي، وانسى بقى الماتش اللي حصل ده. دي كده فاضل لهم ماتشين، هم محتاجين من الماتشين دول كلهم كام نقطه اصلا؟ 3 نقط، محتاجين من ال6 نقط اللي فاضلين لهم 3 نقط بس ويصعدوا. بلوزداد هيلاعب الزمالك، الزمالك لو اتعادل هناك مع بلوزداد ده يبقى كده حلو قوي، ده يبقى بالنسبه له كده كسب. خلي بالكم، خلي بالكم، لان بلوزداد مش هيسيب الماتش يعدي كده على خير. اهو ملاعبين زي بعض، ترجي 9 نقط، يعني الاربع فرق بتوع مجموعه الزمالك، الرجاء والبلوزداد والمريخ لاعبين زي بعض. ترجي 9، بلوزداد 6، الزمالك 4 والمريخ 4. تمام. هنشوف بقى حاجة، الزمالك هيلاعب بلوزداد الماتش اللي قبل الأخير يوم 17/3، يوم الجمعة 17/3. يعني بقى إيه؟ اوعى يا معلم، اوعى يا معلم، يوم الجمعة 17/3، 17/3 الزمالك هيقابل بلوزداد. هنشوف بقى هيعمل ايه، لان الماتش ده هيبقى هو يعتبر عنق الزجاجة بالنسبة للزمالك. بالنسبة للزمالك، الزمالك لو كسب شكرا، يبقى كده ربنا وفقه وكرمه، ولو كسب بلوزداد هيصعد. الزمالك لو كسب بلوزداد هيصعد على فكرة، هتشوفوا. بس ده مفتاح عنق الزجاجة بالنسبة لهم. انا عايز اروح لحاجة تانية بقى، عايز اروح لحاجة تانية. الزمالك لعب اخر ماتش ليه في الدوري يوم كام؟ يوم 3/3 مع بيراميدز، ماشي. والنهارده اللي هو يوم الثلاث اللي احنا اللي خلص الماتش فيه ده، اللي لعب فيه الترجي ده 7/3. هيلعب بقى الزمالك امتى تاني؟ هيلعب يوم الحد، هياخد راحة 4 وخميس والجمعة وسبت، متدلعين ومروقين عليهم خالص. هيلعب الماتش اللي جاي مع انبي، وبعد كده هيلعب مع المصري، وبعد كده هيلعب مع بلوزداد. بس على الله اعلم، بس ممكن يأجلوا لهم كمان ماتش المصري، تخيلوا، ممكن يأجلوا لهم ماتش المصري، لان الزمالك مع انبي يوم الحد 12، والماتش بتاعهم التاني مع الزمالك ده كان يوم، مع المصري ده كان يوم 15. بس هيأجلوا لهم ماتش المصري، يعني هيتأجل لهم ماتش تاني، هيتأجل لهم ماتش تاني وهتشوف. الله أعلم، ده اللي مكتوب، وهنشوف هل هيمشوا على الجدول ده ولا لأ، هنشوف.
بس ايه ياك ما يفضلوش يضغطوا كده فينا وفي الاهلي، ويرجع بعد كده يقول لك ده احنا بنتعامل واحد، بنتعامل واحد. طيب كمان سيف الجزيري بيقول لك الفريق مره لا معلول بيقول لك نبيل معلول الزمالك كان افضل من الترجي بسبب الرغبه التي كانت لدى لاعبيه. الرغبه هي اهم شيء في كره القدم، اهم من الامور التكتيكيه والفنيه. فعلا لما شفنا الماتش آه، بص عشان تكون منصف، كان في ضغط شويه من الزمالك، كان في ضغط شويه من اللعيبه. تحس ان لعيبه الترجي دي مش هي، ما تعرفش مع ان الاجواء هنا بالنسبه لهم حلوه. سيبك من موضوع الجمهور، بيفرق، مع ان كان عندهم جمهور كتير برضو. يعني كان في شويه من الجماهير التوانسه موجودين، من اخواتنا في تونس موجودين، بس تحس ان هم، تحس برضو ان هم مش قليلين يعني بيدعموا الفرقه ووراهم في كل حاجه تمام. لكن دفاع الترجي هو السبب في كل ده. النهارده كان في حاجه في دفاع الترجي هي اللي عملت البلبله دي كلها، هي اللي عملت البلبله دي كلها. على العموم احنا مش هنسبق الاحداث، احنا كمان كنادي اهلي موقفنا بقى صعب جدا جدا. لما الهلال كسب القطن الكاميروني، وده كان متوقع برضه، خلاص ما هي الهلال القطن الكاميروني في مجموعه الاهلي وصن داونز هي الحصاله، هي الحصاله بتاعت المجموعه. فاي فرقه هتقابلها هتغلبها. القطن الكاميروني دلوقتي متروق عليه بره وجوه. اي فريق بيلعبه بره او جوه بيكسبه. خلاص هو كده ملوش امل في اي حاجه في الصعود ولا في اي حاجه. مكسب النهارده الهلال اداله طموح اكبر في الفوز، اداله طموح اكبر، اداله طموح اكبر في الصعود. ان هم بقى عندهم امل ان هم يصعدوا اكتر، ان هم خلاص احنا 9 نقط ولسه هيقابلونا، ودي وهنا في خطوره يعني هيقابلونا هنا، بس احنا ان شاء الله هنعلم عليهم وهنديهم درس في الكوره، وهناخد حقنا برضو بالكوره، وهنرد عليهم في الملعب. بس انت عشان تكسب الهلال هنا لازم يبقى نتيجتك اعلى من مكاسبك هناك. يعني هم كسبونا هناك 1-0، لا احنا نكسب هنا 2-0، احنا نكسب هنا 2-0 3-0 ان شاء الله، ويمكن اكتر كمان. يعني احنا نذكر بقى نروقهم، نروق عليهم. وده بالنسبه لنا ان شاء الله مش ماتش سان داونز بالنسبه لنا برضو هناك عنق الزجاجه جامد. يعني انت لو كسبت، لو ربنا ان شاء الله يتوفق ان شاء الله ونكسب يوم السبت، ده مفتاح الصعود بالنسبه لك. لانك انت لو كسبت هتبقى تساويت بسان داونز 7 قصاد 7. الهلال ان شاء الله تيجي هنا تقابله بتاع دوت تطرقع لهم ان شاء الله، يبقى كده حلو قوي، ما قدامكش غير القطن الكاميروني. ساعتها ان شاء الله هنكسب برضو، مش بس اهم ماتشين في البطوله الهلال وسان داونز نكسبهم، والاكتر طبعا سان داونز اللي احنا ان شاء الله هنلعب بيهم السبت. ما تنسوش بقى اهلاويه تدعمونا بالاشتراك في القناه واللايك. وبشكر كل حد او كل انسان محترم بيعلق، او كل انسان محترم بيدينا لايك. وبشكر كل الناس والله اللي من غير ما بتشوف الفيديو، اللي لسه في بداية الفيديو بيخشوا يعملوا لايك، دي تبقى حاجة واثقين فينا. فده حاجة يعني حاجة كبيرة أوي أوي عندي. مبروك للنادي الأهلي، ومبروك كمان لرجالة سلة الأهلي اللي هزموا الزمالك 74-59 في الجولة ال11 من دوري السوبر لكرة السلة، وكده بيواصلوا التربع على صدارة جدول الترتيب. يا سلام يا سلام، ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي، يا هو فين بقى ملوك الصلاة اللي طلعوا حصالات دول فين؟ مبروك مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، مبروك لكل عشاق الاهلي. النهارده ربنا توفق الحمد لله وكسبنا المقاولين. يعني الحمد لله ربنا كرمنا في كل الالعاب، الحمد لله، هذا من فضل ربي، الحمد لله الحمد لله. وبعدين كمان مواليد 2005 بيكسبوا الزمالك 2-0.
مواليد 2005 يهزموا الزمالك بهدفين لهدف 2-1. يعني حاجة بسيطة، بس احنا ايه واخدينهم اهوت من قدم اشبال شباب كبار صغيرين اي حاجة. المهم يا صاحبي مبروك لينا كأهلاوية الفوز، وان شاء الله مع الفرقة، وان شاء الله معاهم وبندعمهم، وان شاء الله هنفضل معاهم وهنفضل وراهم وهندعمهم، وان شاء الله واثقين في ربنا ثم في الرجاله اللي هتلعب ان شاء الله ملحمه السبت ان شاء الله. وربنا يوفقنا ويكون الفوز حالفنا. نفسي ان شاء الله، مفيش حاجه بعيد. الاهلي ياما اتعرض لمواقف اكتر من كده، عمرنا ما هننسى هدف ابو تريكه اللي جابه هناك في الصفاقس التونسي. كان ماتش لكن الاهلي متعود على كده، متعود على المواقف. ده قدر الاهلي وده قدرنا كجمهور اهلي، ان احنا بنشجع نادي كبير. ف يعني طبعا فخورين بكده، ولازم نساندهم على الحلوه والمره، وعلى المره قبل الحلوه مع الاهلي. النادي الاهلي اهلي القمه اسم على مسمى، الاهلي فوق الجميع وسيظل فوق الجميع. انا كده خلصت حلقتي. احسن اهلاويه احسن ناس متابعين، استاذنك يا صاحبي اللي عجبتك الحلقه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتشير الحلقه في كل مكان، وما تنساش تدينا لايك كلمتين. اشوفكم على فيديو جديد يا احسن اهلاويه على قناه حائط صد اهلاوي اللي صوتها صوت كل اهلاوي. والاهلي القمه اسم على مسمى، الاهلي فوق الجميع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.